السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشريط هذايا نحب نعرف الشعب التونسي بجريمة اقترف، جريمة يعني حقيرة جدا، حقيرة جدا تشمئز منها الأنفس. اقترفها كاتب دولة في حكومة العريف، هو السيد او المدعو. انا بديت مش نقول المدعو، ما عادش السيد، لان عندنا قضايا باش نقدموها في حقه وفي حق غيره من الذين امضوا معه في ما يدينهم. المدعو نور الدين الكعبي، كاتب دولة بوزارة التعاون الدولي، مكلف بالتنمية بدون تنمية، ولكن في الحقيقة هو مكلف بتحطيم الكفاءات وسرقة الملفات إلى الصندوق الأسود في وزارة التعاون الدولي، أو قولوا الصندوق الأزرق في التعاون الدولي، أن في كل وزارة فما صندوق. الصندوق هذايا يبدأ خلية صغيرة متكونة من بعض الإداريين المنبطحين ووزراء النهضة أو من هم يعني منبطحون إليهم ويقولون أنهم مستقلون. الجريمة هذه تم اقترافها في مراكش في المغرب على معنى الجريمة هذه، على معنى الفصل 282 مجلة جزائية. معناها واحد يمشي، ما غير نقرا لكم الفصل، معناها واحد يمشي يدخل في اوتيل ياكل ويشرب ويبات وبعد يهرب ما يخلصش. الجريمة هذه تحدثت عليها جريدة الثورة نيوز اللي تصدر مرة في الأسبوع في العدد 26 الجمعة من 17 إلى 26 ماي. هذه هي الجريدة، هذا الارتيكل. كاتب الدولة هذايا يعود يعترض على الجريدة لأنها مست له سمعته، لطخت له سمعته. مشى قام بعث شاوش وقال له امشي اجمع الجريدة هذيا من مكاتب الوزارة، تلقاه يقرا في الجريدة هذيا جيبها خاطر خايف على سمعته في الوزارة كهو، فهمتني، ما تمسخش سمعته في الوزارة اللي قاعد يفلق فيها ويهلك فيها. يا نور الدين الكعبي، كيف انت الجريدة هذه تكذب عليك؟ علاش ما قدمتش قضية ضد الجريدة هذيا؟ هاني انا توا نخرج لك مدام بن علي، زوجة السيد عادل بن علي، مدير عام في الوزارة اللي انت تفلق فيها، واللي فلقت له الملفات نتاعو، واللي سرقت له الملفات نتاعو، واللي وزعت له ملفاته على جماعتك المنبطحين للنهضة. وما نزيدش نقول اكثر من هذا لانها ستكون موضوع قضية على 96 مجلة جزائية. نتقابلوا في المحكمة إن شاء الله. نور الدين الكعبي، أنا كني معناها أدعي عليك بالباطل، اشكي بيا، علاش مخليني نحكي بيك هكا؟ إن علاش نحكي على الفيسبوك؟ لأن صوتي مسموع لدى الشعب التونسي. يا نور الدين الري، أنت اختصاصك ري، وجابوك في التعاون الدولي ملفات عظيمة على راسك تحت تفلق فيها. الواقعة اللي عملتها انت والجريمة اللي اقترفتها في المغرب كان لها صدى كبير في الأوساط السياسية وشخصيات سياسية في المغرب. جاء من المغرب فاكس لجريدة ثورة نيوز خرجت الخبر هذا. جاني لي أنا فاكس ميساج كما تحب انتي، يحكيوا لي التأثير متاعها في الأوساط والفضيحة اللي خلفتها، لأنه ولات عندها تأثير على الدبلوماسية التونسية. وسمعت، مش باش نقول هذا توا خاطر قال في القضاء، وأن وزراء متاع النهضة، ولو أن المغاربة يحبونا ويعزونا كما نحن نحبوهم ويعزوهم، سقطوا من عينين المغاربة. والبقية ستأتي في المحكمة وستسمع بها في المحكمة كيفاش تم التعامل مع وزراء من حكومة الرش والطش تحت تأثير وقعة السرقة والتحيل اللي عملتها انت في مراكش. كل شيء بالحجة والدليل. ما تصورش محامية تخرج تقول الكلام هذايا ما عندهاش وثائق أو ما عندهاش شهادة شهود. الشهود موجودين يا وزير الري، والوثائق موجودة،
وكانك تخاف على سمعة مرتك اللي تخدم في بنك وبرشا زملائها توا في بالهم بالموضوع، واولادك اللي يقراو في المدرسة ولا في الكوليج جو نسي با او، باش ما يقولهمش يا ولاد السارق، يا ولاد المتحيل، يا ولاد التفتاف. تقدم قضية بي انا، خاطر قضيتك في ثورة نيوز وفاء العادة التاريخ نتاعها حسب مرسوم 115 انتهى اجال معناها رفع القضية ضد ثورة نيوز. وملتقانا ان شاء الله في المحكمة، ونعرف تحت حكومة الرش والطش، مش باش يخليوك يعني يوقفوك ولا يحاسبوك ولا يحلوا تحقيق في معناها بخصوصك. القضية نقدموها وننتظروا، خاطر حكومة الرش والطش طايحة ما هيش قاعدة. وقتها تلقى روحك تتحاسب بوصفك من أزلام النهضة، انت ومن أمضى معك على تحتيم وزارة التعاون الدولي، سواء انت غررت به والا هو بطبيعته هكاك على خاطره هو ما يفهم شيء من اللي دار، جابوه حطوه تصويره فهمتني ولا طلع ما فاهم منها حتى شيء. على كل القضاء هو اللي يبرأ الساحه واللي يجرب، لكن بالنسبه لنا احنا كشعب تونسي كل من اهان تونس دبلوماسيا ومن سرق ومن نهب ومن اهدر المال العام هو ومن معناها اراد ان يطوع الاداره لامور حزبيه ومحاصصات حزبيه فهو مجرم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.